الا قلت لك باللي اليوم غادي نوريك الشيطان متجسد في الهيئه ديال البشر، تيقني ولا ما تيقنيش؟ وكنبغي نقول لك بان هذا السيد هذا اللي كاين في التصويره شيطان متجسد في الصفه ديال الانسان. وهذا السيد هذا دار واحد الجريمه من اصعب الجرائم اللي غتقدر تشوفها في الحياه ديالك. واليوم غادي تسمع واحد القصه العقل ديالك ما غاديش يقدر يتيقها، ولكن المشكله هي ان هذه القصه حقيقيه ووقعات ديال بصح، وجميع التفاصيل ديال هاد القصه حقيقيين. القصه ديالنا غتدينا على الدوله ديال النمسا، وبالضبط في العام ديال 2008 في واحد السبيطار كاين تما في النمسا. كيتفاجئوا الاطباء زائد الممرضين اللي كاينين في داك السبيطار بواحد السيد كبير في اللاج فايت 70 سنه داخل عليهم بواحد الحاله هستيريه. ولكن اللي غريب في هذا الراجل هي انه كان مدخل معاه واحد البنت عندها تقريبا 19 سنه، وهاد البنت ماشي نورمال وما كتبانش فيها نورمال بصفه نهائيه، يعني شي حاجه ماشي تلها. اللي غريب في هاد البنت هي ان البشره ديالها كانت بيضه بزاف بحال البنت ما كتعرضش للاشعه ديال الشمس، زائد ان العروق كانوا باينين في الجسم ديالها والبشره ديالها باينه ماشي عاديه، وشي حاجه غريبه كاينه في هاد البنت. هنا مباشره الطبيب سول هاد الراجل قال له شنو المشكل ولا مال هاد البنت هكا دايره. قال له بان الكليه ديالها متضرره وعندها شي خلل تما في الكليه ديالها، داكشي علاش جبتها تعالجوها. وفعلا منين دخلوها للشومبر ديال العمليات لقاو بان الكليه ديالها فعلا متضرره. هنا من بعد الطبيب ما دار لها الفحوصات وشاف شنو يقدر يدير لها، لقى بانها خاصه تجلس في السبيطار على الاقل 6 ايام باش يقدروا يديروا لي زاناليز ديالهم والفحوصات ويشوفوا شنو مالها. هنا خرج عند داك السيد وقال له بان راه هاد البنت خاصها تجلس معنا واحد المده تقريبا واحد 6 ايام حتى 7 ايام باش نقدروا نشوفوا ولا نحلوا المشكل اللي عندها، وحنا جينا عندك باش نطلبوا الموافقه ديالك بطبيعه الحال، ياك هذه بنتك. وهنا السيد توتر وبقى كيدخل ويخرج في الهضره وقال له هذه راه ماشي بنتي، انا غير واحد السيد مسخر لواحد السيده وجبت البنت ديالها باش داويوها، وهذه واحد الورقه عطاتها لي الام ديالها كتوصيني باش ندي بنتها للسبيطار. هنا بطبيعه الحال الطبيب شك في شي حاجه وعرف بان شي حاجه ما هياش، ولكن ما بينش للسيد بانه شك. قال له صافي ماشي مشكل، مضي هنايا وكتب السميه ديالك والكنيه ديالك والمسائل المعلومات ديالك وصافي سير حنا غادي نتكلفوا وانت ولا عليك. وهنايا كتب السميه ديالو، والسميه ديالو اللي كتبها جوزيف فريتزل. وهنا بداو الاطباء كيخدموا ولا كيديروا الفحوصات لهاد السيده وكيكتشفوا بان البشره ديالها بيضه بزاف ماشي نورمال، وما عمرهم شافوا هاد الحاله بحال هكا. هنايا قرروا انهم يدخلوا يديروا لها بزاف ديال التحاليل، ولقاو المفاجاه هي ان عندها نقص حاد في الفيتامين دي، يعني السيده ما كتعرضش للاشعه ديال الشمس ولا بحال ما عمرها في حياتها ما شافت الشمس. هنا الطاقم ديال هاد السبيطار ومن بينهم الطبيب عرف بان كاينه شي حاجه ماشي تلهاه، ومباشره بلغوا البوليس، داروا التقرير ديالهم على هاد البنت وعيطوا للبوليس مباشره. البوليس هنايا بداو التحركات ديالهم وقرروا انهم يمشيو يقلبوا على هاد جوزيف هذا. وفي الوقت اللي هما خارجين في السبيطار كيتلقاو مع جوزيف داخل مع الام ديال ديك البنت الاولانيه اللي جابها. وهنايا كيكتشفوا بان الام كتشبه فوتوكوبي البنت ديالها اللي يلاه حطها في السبيطار، نفس الكولور والبشره ديالها بيضاء بزاف طبق الاصل البنت ديالها. الام مباشره فاش شافت البوليس مشات كتجري عندهم وهي كترعد واليدين ديالها كيترعدوا وكتقول لهم يبعدوا عليه هذاك السيد، وباينه فيها مخلوعه بزاف من داك الراجل. طبعا الحال البوليس ما فهموا والو وما عرفوش شنو يديروا، ولكن في الاخر قرروا انهم يشدوا داك الراجل ويديروا له المينوط ويديوه للبوست ديال البوليس. وفي نفس الوقت خداو هاد السيده هادي وداوها حتى هي لواحد الشومبر تما في السبيطار باش يبداو معاها حتى هي التحاليل ويشوفوا مالها. عاوتاني رجعوا الاطباء للشومبر ديال هاد السيده باش يشوفوا التحاليل اللي خرجت، ولقاوها بحاله بحال البنت ديالها عندها نقص حاد في الفيتامين دي، يعني حتى هي ما كتعرضش للاشعه ديال الشمس. وهنايا جاتهم في شكل كيفاش الام والبنت ديالها بجوج ما كيتعرضوا للاشعه ديال الشمس. وهنايا بداو معاها رسميا في التحقيق وقالت لهم بانني سميتي اليزابيث وانا البنت ديال داك السيد اللي يلاه شديته واللي يلاه ديتوه دابا البوست ديال البوليس. البوليس بطبيعه الحال ما فهموا والو، قالوا لا كيفاش هذاك الاب ديالك وانت بنتو وهذاك بنتو كيفاش؟ قالت لهم اول حاجه تباعدوا عليه هذا الراجل لانه ما خلى ما دار فيا وركب فيا الرعب، وهذاك البنت بنتي وفي نفس الوقت بنتو حتى هو.
مباشرة البوليس ما فهموا والو وتصدموا من هذا الخبر هذا. قالوا لا يعني هذاك الاب ديالك والاب ديال ولادك؟ قالت لهم ولكن ماشي غير هي بوحدة، انا عندي 6 ديال الدراري من الاب ديالي عاوتاني. البوليس بداو كيسولوها بشويه بشويه لان السيده كانت خايفه بزاف، وقالوا لا عاودنا داك الشيء من الاول وكيفاش اصلا وقع هذا الشيء، وعاودنا داك الشيء كامل بالديتاي. هذا الشيء هذا كاع غيفيدنا باش نبداو نحققوا مع هذا السيد هذا. وبدات اليزابيث كتعاود هذاك الشيء كامل والديتاي بالحرف ومن الاول كيفاش توقع هذا الشيء. ولكن قبل ما نعاود لكم الاعترافات ديالها خاصنا نعرفوا شكون هو هذا جوزيف ونتعرفوا على الشخصيه ديالو. جوزيف فريتزل تزاد العام ديال 1935 وبالضبط في النمسا. كان الدري الوحيد عند الام والاب ديالو، ولكن هنا غتوقع واحد المشكله ما بين الاب والام ديالو. دونك الاب ديالو كيمشي وكيخرج على العائله وهو يلاه عنده 4 سنين. هنا ولات الحياه صعيبه على جوزيف بحكم ان الاب ديالو مشى بحاله، يعني بقى غير هو والام ديالو. وهنا الام ديالو كانت كدير بزاف ديال المجهود باش توفر العيش وباش توفر المصاريف اللازمين لجوزيف، وهنايا بقات كتقاتل وكتعافر معاه حتى قدرات انها ولا حتى دخل الكليه ديال الهندسه. ومن بعد قدر انه يتخرج من هذه الكليه ويخدم في نفس الكليه اللي كان كيقرا فيها. بقى جوزيف خدام حتى قدر انه يجمع شويه ديال الفلوس، وهنا شرى واحد دار كبيره في النمسا. هاد الدار هذه عباره عن التحت والفوق، يعني فيها 2 ديال الطوابق زائد لاكاف اللي كاين من التحت. وركز مزيان على هاد لاكاف اللي كاين تحت الدار. ومن بعد شنو بقى خاصو غير يتزوج، وقرر انه يتزوج بواحد السيده سميتها ماري. وهنايا قدر انه يجيب منا تقريبا 7 ديال الدراري. ومن بين هاد 7 ديال الدراري البطله ديالنا ديال اليوم اللي هي اليزابيث. نرجعوا دابا لإليزابيث وهي كتعاود للضباط. القصه كامله كتبدا في 1984. هاد إليزابيث هذه كان كيعيط لها الاب ديالها من التحت من لاكاف باش تجي تعاونو في شي لعيبات، وهنا بطبيعه الحال هبطات بلا ما تفكر لانه الاب ديالها كيعيط لها تعاونو عادي، ما كاين حتى شي مشكل. منين هبطات لتحت كتفاجئ بان الاب ديالها كيكتفى وكيدير لها واحد اللعيبه ولا واحد الدره في الفم ديالها باش ما تغوتش وباش ما ديرش الصداع في مره. وقالت للبوليس بان الاب ديالي هو اللي كان حابسني هذه المده كامله وشاد عليا ب7 ديال البيبان باش ما نقدرش نهرب. هاد لاكاف اللي تحت الارض كان تقريبا عباره عن دار وحده اخرى تحت الارض، ولاكسي ولا اللي كيقدر يدخل لهاد الدار هو جوزيف، واللي عارف البلاصه ديالها هو جوزيف وبانيها راسو بحكم المجال ديالو اللي هو الهندسه. كيعرف كيفاش يبني الديور وكيعرف كيفاش يخبعهم تحت الارض. وتفاجات مسكينه هاد اليزابيث بان الاب ديالها كيقول لها بانك غتعيشي هنايا الحياه ديالك كامله، وداك الشيء اللي بقى لك كامل من العمر ديالك غدوزاه تحت الارض. هنا بطبيعه الحال غتسولو كيفاش دار مع الجيران وكيفاش دار مع الناس اللي كيعرفوهم باش يخبع البنت ديالو وباش حتى شي اخبار ما تجي عليها من بعد. قال ولا دار واحد الروايه قال بان البنت ديالو اليزابيث مشات مع واحد الطائفه دينيه وما بقاتش غترجع وخلات له واحد الرساله وصافي ما بقاتش بانت وتا هو نسى القصه. وهنايا في هذا القبو هذا مع البنت ديالو قدرات انها تولد معاه 7 ديال الدراري وترباو وكبروا معايا في ديك لاكاف لمده 24 سنه. تخيلتي معايا 24 عام وهي عايشه مسكينه تحت الارض، ما دارت حتى شي ذنب، ما دارت حتى شي غلطه في الحياه ديالها من غير انها كانت البنت ديالو. 24 سنه عايشه تحت الارض ما شافتش الشمس. تخيلتي معايا هذا الرقم ولا لا؟ بقات على هذا الوضع حتى البنت ديال اليزابيث اللي هي كريستينا جاها واحد الوجع خايب في الكرش ديالها، وهذا الوجع بطبيعه الحال بسبب الكليه ديالها. وهنايا جلسات مع الاب ديالها كتقول له ولا كتحاول تقنعه باش يدي البنت ديالها للسبيطار ويدير لها لي زاناليز باش يشوف مالها على الاقل يقدروا ينقذوا ديك البنيته. ولكن في الاخر قدرت انها تقنعه وتقول له بان خاصو يدي البنت للسبيطار، ولكن قال لها خاصك تكتب لي شي ورقه باش نديها معايا للسبيطار. ومنين مشى للسبيطار وقع هذا الشيء هذا كامل اللي عاودت لك من الاول ديال الفيديو. وهنايا بطبيعه الحال البوليس منين نشروا هذه القضيه ولات الدنيا كامله مقلوبه على هذه القضيه في النمسا، والدنيا كامله كتهضر والميديا كاملين وماشي غير النمسا بوحده ولكن العالم كامل بقى كيهضر على هذه القضيه هذه. وفي العام ديال 2008 هذه ولات اكبر قضيه على مستوى العالم. من بعد فاش قدموا جوزيف للقاضي حكم عليه بالحبس مدى الحياه، يعني الحبس المؤبد.
الولد. وهنايا جوزيف ولا كيقول للقاضي بانه دار هادشي هذا باش يحمي البنت ديالو، وحيتاش كيبغيها وحيتاش ما كيبغيش الناس يأذيوها. والمهم بدا كيدخل ويخرج في الهضره بحال السيد عنده شي خلل عقلي. وبالنسبه لإليزابيث والابناء ديالها داوهم لواحد المصحه باش يتعالجوا نفسيا من داكشي اللي مروا به، حيت هادشي راه ماشي ساهل. وزائد انهم عطاوهم هويات جديده وايديز جديده، وحتى شي واحد ما بقى عارفهم فين كاينين، ولكن حاليا راه مازالين عايشين في شي بلاصه. المهم حتى شي واحد ما عارفهم فين كاينين. وهذه كتعتبر من اكفس القصص اللي عاودتها في الحياه ديالي، كيفاش قدر يدير هادشي هذا في العائله ديالو وبالخصوص البنت ديالو بلا شفقه بلا رحمه. وطول هاد المده هذه كامله كنكونوا وصلنا للاخر ديال الفيديو. ما تنساش تخلي شي كومونتير خايب ولا زوين، خذ راحتك في الكومونتيرات، وما تنساش تبارطاجي معك الفيديو. هادشي هذا كيعاوني انني نكري فيديوهات جداد. وصافي هادشي اللي كاين، ونشوفك فيديو جاي.